يا عصام، يا عصام، لو انا هربان منه. خلص حل عنك. لك ابو محمود وقف طلع. فرني يا زلمه فرني. لك يا عالم شو صاير لكم؟ جلدي الله يرضى عليك. ها لك عبد الله، لك شو جنات؟ لك وين عم تهربوا منه؟ لك حتى انت يا وليد، يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. خير خير، شو في يا ابو شفيق؟ شو صاير؟ ليش عم بتعيط هيك؟ ورجال وشباب المنطقة عم بيركضوا منك. لك قال انا عم صيب بالعين. شو صاير حتى عم بيقولوا عنك هيك؟ ما بعرف، لك كنا قاعدين بمحل صاحبنا الحاج محمد سباهة، ومرق لك العيتاني ابو خضر بسيارته جديدة. اطلعت بالسيارة وقلت شو هالسيارة الحلوة هيدي؟ لازم لي وحدة مثلها. وفجأة ابو خضر بفوت بالحيط. لا لا لا، ان شاء الله ما تعور. لا شوية ردود، بس السيارة وجدها اتكسرت. سبحان الله، قدر الله وما شاء كان. أمنا ركضنا لعنده ووقفنا معه. نحن واقفين اجوا اولاد الشباب لابو خضر، جمال ولؤي ونمر، لابسين ومطقمين. طلعت فيهم عجبني منظرهم، قلت للي معي شو هالشبوبية هيدي؟ وفجأة جمال تفركش ودعس دعسة ناقصة، انفكشت اجره. ولؤي صار يستفرغ بيدري شو ياكل ومخبص، ونمر غط على قلبه مسكين. اوف يا لطيف، وشو عملتوا؟ الله ستر، كان معي قنينة ريحة من هدول اللي ريحتهم بتقتل، شممته منها لنمر أب بأربعته. قلت لشباب المنطقة جيبوا لي ثلج مشان اجر جمال. قالوا لي من عند مين؟ قلت له ما شايفين براد البوظة الدولسي المحطوط برا على باب محل البرادعة بقلبه ثلج. ايه كفي لشوف، عليت لي قلبي. وفجأة صارت الدخلة تطلع من البراد واحترق مداره يا أبو خالد. أعوذ بالله. حاطين الحق علي يا أبو خالد، ومن وقتها طلعوا علي إشاعة مغرضة إني أنا بصيب بالعين. قال لك شو هالخرافات والخزعبلات هيدي؟ أول شيء يا أبو شفيق، العين حق، هيك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها خرافات وخزعبلات. انتبه، ورد ذكرى بالقرآن والسنة. وين ورد ذكرى بالقرآن؟ هات لنشوف. سيدنا يعقوب يا أبو شفيق خاف على أولاده من العين لما قرروا يسافروا على مصر، فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وكمان وردت آية تاني بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ربنا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يتطلعوا فيك بنظر شديد، يكاد يصرعك على الأرض مثل ما بينزلق الإنسان وبيقع من طوله. يعني العين صحيحة وأنا بصيب بالعين؟ ليش بقى؟ أبو شفيق بصراحة قل لي لشوف، لما أنت عم تتطلع على شيء بيعجبك شو عم بتحس بقلبك؟ بصراحة عم حب يكون الشيء لإلي، وقول لحالي ليش هو مش أنا؟ يا لطيف يا أبو شفيق، لك هيدا حسد مش عين. اوعى، مقسم الأرزاق هو الله والمنعم هو الله. شو بدك تصير عدو للنعم وتنسى المنعم؟ ورد بتفسير الرازي إن لنعم الله أعداء الذين يحسدون الناس على ما آتاهم. أنا ماني حسود يا أبو خالد، لك هذا شعور عم بشعر فيه من جوا. شو بعمل بحالي؟ سألتني وجاوبتك. على هوا ما عم بتقول أنت حسود ومش عارف حالك. شوف هلا عجبتني هالدرية بمدخل البناية، رح أطلع فيها لأشوف شو حيصير. لا لا لا، أعوذ بالله. أبو خالد، أبو خالد شو هيدا؟ شو صاير؟ لك أنا صرت مثل سوبرمان ماني مصدق حالي، شو هيدا؟ ومبسوط؟ اتق الله بحالك وبالناس، الله حرم الاعتداء على الناس بجميع أصناف الأذى. شو بعمل؟ شو قصدي؟ لك أنا استحليت. هيدي عين من الحسد الموجود جوا قلبك. اتق الله يا أبو شفيق وما تضر حدا. الحسد هو منفذ للعين، وأحيانا يمكن الواحد يصيب بالعين ولو هو منه قاصد. يا لطيف يا أبو خالد، يا لطيف، لسانك وأسلوبك شو حلوين. أعوذ بالله. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني. لك يا أبو شفيق، من يوم ورايح كل شيء بيعجبك بتقول مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. يعني هلا شو بعمل بحالي يا أبو خالد؟ شو بعمل بحالي؟ الله يا أبو شفيق أرحم من أمهاتنا علينا، بتطلب منه بيعطيك، ولو طلبت وما عطاك بيكون لخير هو أعلم فيه. توكل عليه وكون راضي بيلي قسم لك هو. وانتبه، كل ما زادت النعم بين إيديك مسؤوليتك صارت أكبر. ماشي كلامك يا أبو خالد، كلامك مقنع، بس في ناس بتجيب لحالها الحسد والعين.
بتلاقيه ماشي بسيارته كأنه ما حدا عنده سيارة غيره، والتاني ظاهر نافخ حاله بجسمه وشبوبيته، وهيديك ظاهره على آخر طرز لابس الضيق والقصير، والرجال عم يبصبصوا عليها، ومن وين ما بدها تطرقها العام. عم تحكي مزبوط. بتعرف يا أبو شفيق إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. الحديث بيقول العين تضع الجمل في القدر والرجل في القبر. بعدين الافتخار والتكبر بيجيب غضب رب العالمين. كل واحد منا لازم يحط هالآية منهج بحياته. فخرج على قومه في زينته فخسفنا به وبداره الأرض. هيدا قارون يلي حكيت عنه الآية، في أمثاله على صغير بمجتمعاتنا كتير. صدقت يا ابو خالد، صدقت. انا باسمي وباسم كل اللي بيصيبه بالعين بقول لك كل واحد عايش على المظاهر وشوفة الحال وتبروز، بنقول له العين بدها تطرقك. هلا وقت خطبة يا أبو شفيق. ابو خالد، معقولي انا اصيب حالي بالعين كمان؟ لاني معجب كتير برجوليته وبكمال خلقته وبجمال صورته. سبحان الذي خلقنا. اطمن، ما حدا رح يسيبك بالعين على هالشي. بس طبعا الواحد ممكن يسيب حاله بالعين او حتى يصيب اولاده. يا لطيف كمان، الله يجيرنا. الامام الفقيه المناوي ذكر انه سليمان بن عبد الملك اطلع بالمراية مبسوط بحاله، وقال عم بخاطب نفسه انا الملك الشاب. قال ما دار الشهر عليه الا ومات. يا لطيف، ولي على قامته موت، ما بقى بدي اطلع بالمراية. واسمع هي كمان مشان اولادك يلي بتحبهم. كمان ولاده؟ بيحكوا عن واحد مثلك كان عنده بنت معلق فيها، اطلع فيها وقال يا نياله يلي بده يتجوزك وتكوني من نصيبه، وما هي إلا ساعات حتى سخنت وارتفعت حرارتها وما طلعت عليها الشمس قام ماتت المسكينة. يعني وضعي مش مزبوط لكن يا أبو خالد، شو بعمل؟ عمول بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. كتر من ذكر الله وكباح جموح نفسك وحسن حالك يا أبو شفيق، وعلم أولادك يتحصنوا دايما بالمعوذتين. خلاص دخيل الله أبو خالد، خلاص هعمل هيك. هذا هو الدواء أبو خالد، وكبير يا أبو خالد، كبير وكبير يا أبو خالد، كبير.